يفتخر منا، صدروا لنا صنما سموه الديمقراطية وسموه الحرية، نختلف عليه، نتقاتل عليه، نتحارب عليه، نموت عليه، مع أن المسلم لا يموت إلا لله رب العالمين، ولا يقدم نفسه إلا لله رب العالمين، ولا يستشهد إلا من أجل الله رب العالمين. أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، أحباب محمد، هل نستيقظ؟ هل نفيق؟ هل نتجمع؟ هل ننسى يعفو بعضنا بعضا؟ يا احنا نختلف فيه، يا احنا نختلف. نعم، الخلاف سنة ربنا في الكون، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، ولذلك خلقهم. قلت قبل ذلك، قلت الصحابة اختلفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا بدر، نبقى في الحتة نشرب من البيضة ولا نوقف الأنهار كلها، اختلفوا العصر نوسعهم ازاي، اختلفوا في أحد نقاتل جوه المدينة ولا بره المدينة، اختلفوا في الأحزاب، اختلفوا في الحديبية، اختلفوا لما النبي مات ندفنوا فين؟ في البيت ولا ندفنوا في المقابر؟ نغسله ازاي؟ نغسله بملابسه ولا نغسله ونجرده بملابسه؟ اختلفوا في عهد الصديق ابي بكر الصديق، نحارب المرتدين ومانع الزكاة ولا نحارب المرتدين بس؟ اختلفوا في كل عصر من العصور، لكنهم كانوا يتفقون وكانوا يجتمعون وكانوا أمة واحدة وجسدا واحدا. أنا عاوز أختم مسك الختام. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه اشتعلت الحروب بينه وبين سيدنا علي بن أبي طالب شهور طويلة، وقتل عشرات ومئات وآلاف من الصحابة والمسلمين. امبراطور الروم علم بالقتال، خلي بالك معايا، امبراطور الروم افتكر المثل اللي ابوك قالهولك وجيت لك علمهولك، انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على البريد. افتكر كويس المثل ده هيطبقه سيدنا معاويه، بس مش هيطبق المثل، لا، هيطبق الحديث. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هيطبق الحديث، نحن لا نستعين بمشرك على مشرك، فكيف يستعين بمشرك على مسلم؟ سيدنا معاوية بعت له امبراطور الروم رسالة، انا عاوزك تحفظها اوعى تنساها. امبراطور الروم بعت رسالة لسيدنا معاوية بن ابي سفيان، قال له يا معاوية بلغني ما بينك وبين علي خليفة المسلمين، ان شئت ارسلت اليك من بلادي جيشا يحارب معك، اوله عندك في دمشق واخره في بلاد الروم عندي، لا يرجع حتى يأتيك برأس عليك. شوف، خلي بالك معايا، خلي بالك معايا لسه. قال له ايه؟ قال له لو عاوز هبعت لك جيش من بلاد الروم، اوله عندك واخره عندي، مش هيرجع الا لما يجيب لك راس عندي. تعال شوف سيدنا معاوية يعمل ايه. يقول له مرحبا وسهلا؟ لا، امال يعمل ايه؟ يفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نستعين بمشرك على مشرك، فكيف يستعين بمشرك على مسلم؟ ازاي؟ ما يقدرش. فيبعت له رسالة، شوف الرسالة ومش جاي وراها ولا ربع كلمة. يقول له ايه؟ اما بعد، اذا جاءتك رسالتي هذه فاعلم انك ان عدت الى مثلها، ان رجعت مرة ثانية وفي رسالة بالشكل ده، ان عدت الى مثلها والله لأضمن جيشي الى جيش ابن عمي، ثم اسير انا وهو بجيوشنا اليك، فلا نبقي لك مدينة ولا قرية ولا عاصمة الا هدمناها. هو ده عزة المسلم. احباب محمد صلى الله عليه وسلم، البر لا يبدأ، الذنب لا ينسى،